شكل ايفون بس بربع التمن. شوف الموبايلات دي وهتحس انك ماسك ايفون في ايدك، تحس انك عايش في حفله كده كلها ايفونات، كله ماشي بايفون 15 و14 و12 وانت ماسك موبايل وبتقول يا رب افتح بالكاميرا. بس تعالى هنا هقول لك على موبايلات شكلها من الاخر تحفه شبه الايفون جدا، نفس الفريم ونفس الشكل، الكاميرات نفس الشياكه، بس الفرق انك مش هتبيع دهب امك عشان تجيب واحد منهم. ركز بقى معايا، الفيديو ده هيغير تفكيرك لو انت كنت ناوي تشتري موبايل جديد. اول موبايل معانا واللي هو انفينكس 030. الموبايل ده تصميم يضحك عليك، يخليك تقول ده ايفون من بعيد. فريم مسطح معدني زي ايفون 14 وظهر من الزجاج بملمس فخم، والشاشه هنا جايه باموليد كبيره بحجم 6.78 بوصه بدقه فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرات الخلفيه 108 ميجا بكسل والسيلفي 50 ميجا بكسل بتصوير 4K. والمعالج هنا جايب هيليو جي 99 في النسخة ال 4G مناسب للاستخدام اليوم. والبطارية هنا جاية ب 5000 ملي أمبير وشحن سريع موبايل فخم جدا في الفئة المتوسطة وشكله يلفت النظر. وتاني موبايل معانا واللي هو تكنو كامون 20 برايم. لو بتدور على موبايل شكله ايفون 13 برو، ده هو فريم معدني مستقيم وكاميرات مربعة الشكل شبه الايفون، وشاشة هنا جاية بأموليد مقاس 6.67 بوصة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. والمعالج هنا جاي بديمنسيتي 8050، اداء ممتاز في الالعاب والتطبيقات. والكاميرا الخلفية جاية ب 50 ميجا بكسل زائد عدسة الترا وايد، والسيلفي 32 ميجا بكسل. بطارية 5000 ملي أمبير وشحن 45 واط، وكمان مقاوم لرذاذ المية بمعيار الاي بي 53. موبايل تحطه على الترابيزة الناس تفتكره ايفون بجد. وتالت موبايل معانا واللي هو ريلمي سي 67 وريلمي 11 اكس. الموبايلات دي جاية بتصميم تحسه ايفون 12 او 15، فريم مسطع وكاميرات بارزة بشكل دائري، شاشة من الاي بي سي ال دي مقاس 6.72 بوصة بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. والمعالج هنا سناب دراجون 685 في السي 67 والديمنستي 6100 في ال 11 اكس. والكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل في السي 67 وال 64 ميجا في ال 11 اكس. والسيلفي هنا جايب 8 ميجا بكسل. بطارية 5000 ملي امبير وشحن سريع 33 واط، وشكلهم فخم جدا خصوصا في الالوان الفاتحة. الموبايل الرابع اللي معانا واللي هو ريدمي نوت 13 برو 4G و5G. ده موبايل شكله ظهره وناحيته يخلوك تحس انه ايفون 13، فريم معدني وكاميرات مسطحه وتصميم انيق، شاشه اموليد مقاس 6.67 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، معدل تحديث 120 هرتز وسطوح عالي. ومعالج هنا سناب دراجون 7 اس الجيل الثاني وفي النسخه ال 5G، وهيليو جي 99 الترا في النسخه ال 4G. وكاميرات خلفيه 200 ميجا بكسل نسخه البرو، والسيلفي 16 ميجا، وبطاريه هنا ب 5100 ملي امبير وشحن 67 واط. ده موبايل اداء جبار وشكله تحفه. والموبايل الخامس معانا واللي هو الاخير من شركه نازلز والموبايل ده تي سي ام اف فون 2 برو، وده تحفه فنيه وتصميم مودرن بس تحسه جاي من نفس العالم الايفون. فريم معدني وظهر قابل للتغيير وكاميرات خلفيه انيقه وشاشه اموليد بدقه فول اتش دي بلس معدل تحديث 120 هرتز وسطوع عالي بيوصل ل 3000 نت. المعالج هنا ديمينستي 7300 برو، اداء ممتاز جدا وكاميرتين خلفيه 50 ميجا بكسل زائد 50 ميجا بكسل مع زوم حقيقي 2 اكس، وستيل هنا 16 ميجا بكسل بتصوير ال 4K، وبطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 33 واط. موبايل يلفت النظر من اول لمس. قول لي بقى لو معاك فلوس تشتري واحد من دول هتختار الشكل اللي يلفت الناس ولا الاداء اللي يريحك؟ وشايف انه التصميم اهم ولا الكاميرات ولا المعالج؟ وسؤال مهم جدا، لو الموبايل شبه الايفون بنسبة 90% لسه محتاج تدفع 50,000 في ايفون ولا تكتفي بواحد من دول؟ اكتب لي رايك في الكومنت، مستني اختياراتك. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وسبسكرايب علشان لسه عندنا ترشيحات هتخليك تعيد حساباتك. يلا سلام يا نجم، ومتنساش الشكل من كل حاجة بس ساعات الشكل بيفرق. ويلا سلام.